كتب السيد طلال إبراهيم باشاملي ما يلي: وثائق هامة من الأرشيف البريطاني تتحدث في مجلدات تتجاوز 25 مجلدا عن الأقليات في الشرق الأوسط. لفت انتباهي ما كتب فيها حول تعداد سكان مدينة دمشق في العام 1906، والتي تقول الوثيقة كما في الصورة بأنهم حوالي 200 ألف نسمة، منهم 60 ألف كردي يسكنون حي الصالحية على سفح التل بحي الأكراد ركن الدين. فإذا كانت دمشق المدينة الأبعد عن جغرافية كردستان سوريا 30% من سكانها كرد، فما وضع حلب الملتاخمة لكردستان والرقة وحما وحمص وغيرهم؟ وهنا يتبادر سؤال هام، وهو يا ترى كم هي نسبة الكرد الحقيقية داخل سوريا إذا ما احتسبنا العوائل التي تعربت أو تأتركت عن قصد أو عن جهل